السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل مع بعض مشروب عشان الجو الساقع ده بيحتاج حاجات سوائل ترطب علينا كده في الجو ده. هنبتدي كده معانا موز. هنبتدي كده بالاول بالموز. بسم الله. جربوها هيعجبكم ان شاء الله. نقطع الموز كده شويه. هننزل كده بالموز معانا برضه نسكافيه اللي هو 2 في 1 ده. هنضيف منه ايه يعني زي معلقه صغيره. شايفين كده. ومعانا كمان ايس كريم الطعم اللي بتحبيه. ده فانيليا على فراوله، ممكن تستخدمي انت شوكولاته زي ما تحبي. استخدمي كده معلقه. حطينا 3 معالق وهننزل بقى بشويه لبن كده زي نص كوب. هنضربه في الخلاط ونرجع لكم تاني، تابعوني. رجعنا لكم بعد ما ضربناه في الخلاط. المكونات اللي هي الايس كريم والموز والنسكافيه واللبن. هننزل كده بيهم. بسم الله. هنحط برضو تلج. ده الشكل النهائي للعصير تاكي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش يا حبايبي باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الاشعارات الجديدة. وتصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رعاية الله.